مساء الخير على الجميع. فيديو اليوم سنتطرق إلى قضية هدم قصر دار ضيافة ببوسكورة. في الأيام الأخيرة ضجت مواقع التواصل بالمغرب بخبر أثار الكثير من الجدل، إنه هدم قصر دار الضيافة ببوسكورة، المعلمة التي لطالما أثارت فضول الناس بسبب حجمها الضخم والفخم وموقعها الغريب وسط الغابة. اليوم سنرجع معكم إلى قصة هذا القصر، من بناه، ولماذا كان مهجورا، ولماذا تم هدمه الآن، وهل هناك أسرار وراء هذا القرار. خليكم معي إلى النهاية لأن التفاصيل صراحة تستحق المتابعة. قصر دار الضيافة ببوسكورة، أو ما يطلق عليه بالكريملين، بني قبل سنوات طويلة داخل منطقة معروفة بالغابة والهدوء. كان هدفه الأساسي استقبال الشخصيات المهمة والوفود الرسمية، لذلك شيد بطريقة فخمة ومساحة كبيرة مع هندسة تجمع بين الطابع المغربي التقليدي والتصميم العصري. القصر كان مجهزا بكل وسائل الراحة، من قاعات استقبال واسعة وحدائق كبيرة ومسالك خاصة. قرار الهدم واندلاع الجدل. الأيام الماضية شهدت ضجة كبيرة بين ظهور جرافات وشاحنات وهي تقوم بهدم القصر بطريقة كاملة وسريعة. المشهد انتشر بكثافة على اليوتيوب والمواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه المغاربة بشكل كبير. الناس انقسموا بين رأيين. الرأي الأول يرى أن القصر كان منشأة غير مستعملة مكلفة ولا يقدم أي خدمة، لذلك من الأفضل استغلال المنطقة في مشاريع مفيدة للسكان. أما الرأي الثاني يرى أن القصر كان معلمة مهمة وكان من الممكن تحويله إلى متحف أو مركز ثقافي أو فضاء سياحي ينعش المنطقة بدل هدمه بشكل كامل. وهنا بدأ النقاش يشتعل حول غياب الشفافية في التعامل مع بعض المنشآت العمومية. السؤال الذي يطرحه الجميع: ما المشروع الذي سيقام مكان القصر؟ إلى الآن لا يوجد إعلام رسمي واضح، لكن المؤكد أن المنطقة أصبحت محط أنظار بسبب موقعها واهتمام السكان بالموضوع. جماعة بوسكورة قد تتجه نحو مشروع يعتبر أكثر فائدة للسكان، سواء كان مركز خدمات أو منشأة عمومية أو مشروع اقتصادي يخلق فرص شغل. الوقت وحده سيكشف الحقيقة. وأخيرا، هدم قصر دار الضيافة ببوسكورة ليس مجرد إزالة مبنى، بل هو حدث فتح أبواب النقاش حول تدبير المال العام وكيف يتم التعامل مع المرافق التي كلفت الدولة ميزانيات كبيرة. وفي الوقت نفسه هو تذكير بأن المنشأة مهما كانت ضخمة، إذا غابت عنها الرؤية والاستعمال تصبح مجرد أطلال تنتظر النهاية. شكرا لكم، ولا تنسوا أن تكتبوا لي رأيكم في التعاليق. هل كان يجب ترميم القصر واستغلاله، أم أن الهدم كان القرار الصحيح؟ ولا تنسوا الاشتراك، لأننا سنستمر في تقديم مواضيع مهمة تهمكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.